كلنا يعني تابعنا موضوع الخاص بقانون الإيجارات القديم، ودايما أنا كنت بقول هذا القانون قانون فيه حساسية شديدة جدا، وقانون معقد جدا لأنه بيعالج أزمة موجودة بقالها 60 سنة وحصل عليها أشكال من يعني التطور، ويمكن كان هناك نقاشات كثيرة جدا جوه البرلمان وكنا بنتابعها، وكلنا كنا في الآخر بنقول إحنا عايزين القانون ده يخرج بصورة متوازنة تحقق الفايدة الخاصة بهذا الموضوع من تحرير العلاقة، ولكن في نفس الوقت نضمن أن لا يكون هناك جهة مضارة على حساب جهة أخرى. وأثير ما يعني النقاشات اللي موجودة في ما يخص طب المستأجرين الأصليين كبار السن أو محدودي الدخل اللي مش هيبقوا قادرين على إن هم يؤمنوا لنفسهم سكن بديل، هيتعمل معاهم إيه؟ ويمكن هذا الأمر حسم جوه قانون بأن يعني تم بوضوح شديد النص صراحة إن وزارة الإسكان بتعرض بعد شهر من صدور القانون تصور للضوابط اللي هتعملها لكيفية يعني حماية حقوق المستأجرين الأصليين اللي موجودين النهاردة علشان نضمن إن هم ما يتأثروش من تبعات هذا الأمر. بالرغم ان القانون لم يتم اقراره حتى هذه اللحظة، ولكن النهاردة انا عملت اول اجتماع لهذا الامر بمجرد يعني انتهينا من اجتماع مجلس الوزراء بحضور السادة وزراء التنمية المحلية والشؤون القانون النيابية ووزير الاسكان وخبراء من العاملين في هذا الامر، وابتدينا نضع هذه الضوابط. واللي عايز اكد عليه، واحنا يمكن كان بيثار رئيس الوزراء قال ان محدش هيطرد من الوحدات، ما هو فعلا اللي احنا هنعمله ان احنا هنوفر البديل لمن يستحق قبل نهاية ال7 سنوات بفترة كافية جدا. الدولة اللي نجحت انها تعمل افضل برنامج اسكان في العالم، ونجحت في انها تحل مشكلة 300 ألف وحدة في مناطق غير نامية، مناطق غير آمنة، حضراتكم كنتوا شايفينها وعارفين شكلها عامل ازاي، قادرة انها تتعامل مع هذا الموضوع قبل ما تخلص ال7 سنين وبفترة طويلة. عشان كده كان توجيه النهاردة للسيد وزير الإسكان فورا تبدأ الوزارة والدولة تبدأ هتتعمل برنامج خاص جوه صندوق الإسكان الاجتماعي، هيبقى مخصص فقط ل يعني إتاحة الوحدات البديلة للمستأجرين الأصليين اللي كانوا موجودين في وحدات الإيجار القديم، وهيتطرح عليهم الوحدات ليهم كلهم أحقية المستأجرين الأصليين، واللي هيثبت طبقا للضوابط إن ما عندهمش وحدات أخرى وإن هم لم ينتفعوا قبل كده بوحدات من الدولة المصرية، هيكون ليهم الأحقية والأولوية في الحصول على الوحدات بطريقة مباشرة من غير ما يدخلوا بقى في قرعة ولا أي حاجة، في الوحدات في مشروعات اللي هتخصص لهذا البرنامج، واللي تم تكليف السيد وزير الإسكان بوضع، ويمكن هو عرضها بصورة مبدئية جوه البرلمان وفي بعض المداخلات الصحفية، ولكن النهاردة كنا بنتكلم بصورة أكثر تفصيلا. ويمكن الشيء المهم جدا اللي أنا حابب أقوله، هيبقى متاح هذه الوحدات بمختلف أنواع الحيازة، بدءا من الإيجار اللي هنبقى بنتيح للمستأجر الأصلي إنه ياخد الشقة بغرض الإيجار، أو حتى الإيجار التمويلي اللي ينتهي بالتملك للوحدة، أو إن هو ياخدها كوحدة تمويل عقاري على غرار مشروع الإسكان الاجتماعي. طب حتى لو طلب وحدة أكتر من مستواها أعلى من مستوى الإسكان الاجتماعي، يعني عايز شقة متوسط أو أكثر، برضه هيبقى له الأولوية في أخذ هذه الوحدات ضمن المشروعات اللي الدولة المصرية بتنفذها حاليا وهتنفذها خصيصا لهذا الموضوع. فأنا بأكد على هذا الأمر. النهاردة طلبت من السيدة الوزراء سرعة إنهاء الإجراءات، مش هنستنى القانون، بالعكس تماما هنشتغل من النهاردة، وبحيث إن احنا نلتزم بالضوابط. الأهم القانون كان بينص إن يبقى البديل يبقى متاح للمستأجرين قبل يعني سنة قبل نهاية المدة اللي هي ال7 سنوات. النهاردة أنا كنت بتكلم لأ، إحنا عايزين يبقى قبل 2 و3 كمان يبقى هذه الوحدات موجودة ومتاحة. اللي هيتعمل إن هيبقى في منصة هيتم تطويرها في خلال شهر من صدور القانون،
وزارة الإسكان هتعملها. في خلال 3 أشهر هنطلب من كل المستأجرين اللي حابين ان هم ياخدوا وحدات بديلة ان هم يدخلوا على هذه المنصة ويحطوا كل البيانات بتاعتهم، وهنبدأ الإجراءات الخاصة بالفرز والتقييم وتحديد الأولويات، بحيث يبقى عندنا رؤية واضحة بحجم الوحدات اللي مطلوبة، وكل واحد من المستفيدين هيبقى عارف هياخد الوحدات اللي الدولة ناوية انها تخصصها بعدها في السنوات اللي بعدها امتى وفين، في اقل من سنة من بعد صدور القانون. يعني بعد سنة من صدور القانون هنكون خلصنا الاجراءات، هيبقى كل واحد تقدم هيبقى عارف هو هياخد الوحدة البديلة بتاعته فين. هيبقى الموضوع كله مرتبط بفترة التنفيذ بتاع هذه الوحدات اللي انا اكدت على السيد وزير الاسكان مش هنستنى يبقى تخلص سنة قبل نهاية المدة 7 سنين، بالعكس احنا عايزين تبقى في فترة يعني اسرع من كده بكتير. هناك ضوابط الدولة كانت وضعها البرنامج زي الاسكان الاجتماعي، اظن حضراتكم كلكم عارفينها. بنفس الفكر والتوجه هيبقى هناك ضوابط مماثلة للمستحقين او اللي احنا بنقول ممكن يتضرروا من اخلاء وحداتهم في الايجار القديم. الموضوع هيحكمه عديد من المعايير، ودي فعلا الضوابط اللي يمكن عرضها بصورة مبدئية النهاردة السيد وزير الإسكان. وطبعا بعد ما هنخلصها بالكامل هيتم عرضها في مؤتمر صحفي، لأن دي اللي هنحطها على المنصة علشان أي حد يتقدم هيبقى لازم يتقدم في إطار هذه الضوابط. الضوابط دي بتحكمها حاجات كثيرة جدا، ويمكن أنا قلت كده سريعا حاجات منها. يعني طبعا موضوع عامل السن ده شيء مهم، ان هو طبعا في الاساس احنا بنتكلم عن المستاجر الاصلي للوحده. عامل السن ده مهم جدا. الدخل، هل سبق لي انه اخذ وحده او ارض قبل كده من الدوله ام لا؟ حاجات اخرى، هل لديه وحدات اخرى جوه المحافظه اللي هو موجود فيها؟ يعني حاجات كثيره جدا هتوضع عليها الضوابط، وبناء عليها هتخرج، وبناء على هذا الموضوع هيتحدد حجم الدعم اللي الدوله هتقدمه لكل مستحق من هذا الامر.